عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. الانتخابات، المقال الثالث للنائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني. والآن وقد اتخذت قرارك واتسعت رؤياك الوطنية لتصبح سياسي وطنيا فعالا. انطلق إلى جمهورك، هيا اعرض نفسك عليهم، سوق نفسك بينهم، اخبرهم أنك هنا وأنك النموذج الذي يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم. تعامل مع جمهورك بذكاء، وهنا عليك أن تقسمهم إلى 4. 1. تابعوك المؤكدين. 2. جمهور يعرفك ولكنه يحتاج لإقناع. 3. جمهور أنت مجهول لديه. 4. جمهور محسوم لدى المنافس. وهنا عليك أن تعلم أن لكل فئة منهم دور مطلوب منك ومن حملتك الانتخابية. إياك أن تغفل فئة منهم، ولنتناولهم بالتفصيل. أولا، تابعوك والمؤكدين، وهؤلاء معظمهم من أصدقائك وأهلك وجيرانك والمستفيدون فائدة مباشرة من انتخابك. قد يظن البعض في غير عالم السياسة أن هذه الفئة من الجمهور أمرها محسوم، عليك أن تهتم بغيرهم، لكن هيهات، إنها الفئة التي يبدأ السياسي بالتركيز عليها. فهؤلاء وإن كانوا محسومين كأصوات انتخابية بالنسبة لك، فمن الغباء أن تكتفي بذلك، بل عليك أن تبدأ بإقناع هذه الفئة بلياقتك السياسية وفكرك وتميزك، وليصيروا سفراء لدى الغير. إن هذه الفئة إن أحسنت استخدامها أكثر تأثيرا في الآخرين من أعضاء حملتك الانتخابية أنفسهم. ولتعلم أنك وإن كانت أصواتهم معك، فهم يحتاجون لتزكيتهم بالإعلام عنك وتزويدهم بحجة تميزك وإقناعهم هم أولا بأن مرشحهم أفضل، وإياك أن تكتفي بقناعة بعضهم أن يعطيك صوته، بل عليك أن تقنعهم ليقنعوا بك. الفئة الثانية، وهم من يعرفونك شخصا لكنك لست مطروحا لديهم كنائب. إن من سيعطيك صوته منهم سيفعل لأنه لا يعرف سواك شخصا، فيراك أقرب، وهذا كله سدى. لو تقرب إليهم المنافس، وهذه الفئة عليهم أن تقنعهم أنهم مقربون إليك، إنهم مددك وفرسك، وإن مبتغاك خدمتهم، وإن وجودهم من شجع لك الترشيح. الفئة الثالثة، الفئة التي تجهلك تماما، وهذه الفئة سيكون سؤالها الأول: من هذا؟ هم مستنكرون أن تمثلهم، وهم لم يعرفوا بوجودك قبل. وهذه الفئة هم حربك الضروس، هم مقياس نجاحك. كل صوت ستكسبه منهم خطوة نجاح وتحقيق. الفئة الرابعة، الجمهور المحسوم لدى المنافس، وهذه الفئة من المفترض أنها ضائعة، لا تحتاج لمجهود ولا طائل من بذل المجهود تجاهها، لكن السياسة تخبرنا لا. فلقد حسمت هذه الفئة المعركة الانتخابية مرارا في مرحلة الإعادة لصالح مرشح بعد أن فقد مرشحها في الجولة الأولى. هذه الفئة الأربع حين تحديدها تستطيع أن تخطط لمسارك في حملتك الانتخابية، فلكل جمهور منهم أسلوب للوصول إليه. فالفئة المحسومة لك لتحولها لجنودك، عليك أن تستخدم الأسلوب المباشر من زيارات وجلسات ولقاءات. والفئة التي تعرفك كشخص لكنها لم تقنع بك بعد كنائب، يجدى معها المؤتمرات والاهتمام بشأنها في المباركة والتعازي ومشاكلهم ووفق مناطقهم. أما الفئة الأخيرة وهي المحسومة لمنافسك، فيكفي أن تحفظ العلاقة العادية معهم. نافس مرشحهم ولكن لا تعاديهم. احفظ الخيوط متصلة معهم. كن متسامحا في رؤيتهم، ودعهم يلاحظون تميزك من بعيد. مرشحنا الهمام، تلك تقسيمة متواضعة للجمهور، عليك أن تستيقظ لها وأن تخطط لحملتك الانتخابية، وأن تعمل حساب كل فئة حين توزع الأدوار على أعضاء الحملة، وتوفر لكل فريق منهم أسلوب الدعاية المناسبة. ثم دعنا نجهز بعدها للحملة الانتخابية. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.